بعيدا عن ضجيج الانتخابات البرلمانيه، كاين سؤال اخر بدا كيتطرح بقوه داخل الاقاليم المكونه لجهه سوس ماسا. شكون كيمثلنا فعلا داخل مجلس جهه سوس ماسا؟ الاهم من ذلك، كيفاش تم اختيار هذه الاسماء؟ لان عدد كبير من المواطنين اليوم في عدد من الاقاليم كاملين ديال جهه سوس ماسا، وخاصه عندنا في الاقليم، ما كيعرفوش حتى شكون صوت على ممثليهم داخل هذا المجلس الاستراتيجي. وهنا كيبدا النقاش الحقيقي. مجلس الجهه ماشي مؤسسه ثانويه او بروتوكوليه. هذا المجلس كيتحكم في ميزانيات جد ضخمه، وفي مشاريع الطرق وسياسات اعداد التراب وجلب الاستثمار والتشغيل ورسم اولويات المنطقه لسنوات كامله. ولكن رغم هذه الاهميه الاستثنائيه، عندما يذكر اسم جهه سوس ماسا تتجه الانظار تلقائيا نحو المركز، نحو اكادير الكبير والمشاريع المهيكله. اما اقليم طاطا والاقاليم الاخرى، كاقليم طاطا كعمق استراتيجي وكخزان ديال الطاقات والمتناقضات، فعدد كبير من الاسماء اللي وصلت التمثيل ديالو في المجلس الجهوي المواطن العادي في الهامش ما عمرو سمع بها قبل الحمله الانتخابيه. لا حضور ميداني، لا تواصل مؤسساتي، ولا حصيله واضحه. وهنا السؤال اللي كيتطرح بقوه: واش فعلا الساكنه هي اللي كتختار النخب الجهويه ديالها، ولا مطابخ الاحزاب هي اللي كتوزع الاسماء والكراسي بناء على حسابات وتوازنات بعيده عن وعي المواطن؟ العمل السياسي داخل مجالس الجهات ليس مجرد تسجيل للحضور او التصويت بروتوكولي بالرفع ديال الايادي، انه فن التفاوض وانتزاع الميزانيات. لذا من حق المواطن التطاوي يسول اليوم بكل موضوعيه شكون صوت على الممثلين ديالو داخل مجلس الجهه، وكيفاش وصلوا. هل يتحرك ممثلي اقليم طاطا داخل الجهه ككتله موحده تذوب فيها الصراعات الحزبيه الضيقه، ام ان التنافس الداخلي يضعف القوه التفاوضيه للاقليم امام اقاليم اخرى اكثر نفوذ داخل الجهه؟ النتيجه للاسف في بعض الاقاليم ومن بينها اقليم طاطا، الناس مازال كتعيش تحت وطأة نفس المعاناه البنيويه، بالرغم من ان كاينه مجهودات تبذل، ولكن مازال الناس كتعيش مجموعه من المعاناه. نذكر على سبيل الذكر لا الحصر شبح الاجهاد المائي الحاد اللي كيهدد استقرار ديال الواحات، عزلات المسالك الجبليه وضعف البنيه التحتيه، بطالات الشباب وغياب التكوين الملائم لسوق الشغل، غياب الاستثمار والتحفيزات للمقاولات الناشئه والصغرى بالاقليم. رغم هذه الازمات كاين ممثلين دوزوا ولايه كامله، والمواطن مازال ما شاف لا اثار الترافع، لا نتائج ملموسه على ارض الواقع. ما يمكنش نكونوا عدميين، فعلا كاينين مجهودات تبذل. اليوم الناس محتاجه اللي يخرج يوضح ليها مجموعه من الامور اللي متعلقه بالمشاريع ومتعلقه بالامور التنمويه اللي كتخص الاقليم ديالهم واليه الترافع وكيفاش تم الترافع عليها داخل مجلس الجهه. المشكل اليوم ما بقاش شكون ربح الكرسي، المشكل الحقيقي ولا شكون فرض صوت الاقليم داخل مجلس جهه سوس ماسا. لان المناصب الجهويه هي مسؤوليه تعاقديه ثقيله امام الساكنه، ماشي امتيازات سياسيه. اليوم وقبل اي محطه قادمه حان الوقت باش المواطن يمارس حقه الدستوري في المساءله، يسول على الحصيله الحقيقيه لمهندسي التنميه الجهويه. شنو جبتوا الاقليم طاطا من ميزانيه الجهه، وفين كانت اصواتكم والوزن السياسي ديالكم الوقت اللي كانت الساكنه كتطالب بحقوقها الاساسيه؟ لان اقليم طاطا ليس عبئا تلوح به جغرافيا الجهه، بل هو رمز
للصمود الاستراتيجي. وأخطر شيء يمكن يوقع في السياسة هو أن يختفي المنتخب فور إعلان النتائج، ولا يعود إلا مع اقتراب موعد صناديق الاقتراع. الجواب لا تصنعه الخطابات، بل تكشفه الأرقام على أرض الواقع. لسان حال التطاويين اليوم يمكن اختزاله في قولة للشاعرة فاطمة بعمران: البحر غارقة ورسيسافن إرا السناد لقين حيث القنامان يسكر الحساب يولي يسلح يساسو النقين يسكاسو اللان وردما نادا سلاح يسكيسي قوت الغرض يسافنا يتنان ارتلا ترقوا ويلي طرزان السول ورمدين يتولى ومن. إلا عجبك الموضوع دير جيم وبارطاجي الموضوع ليصل إلى أكبر عدد يهمه الأمر. يعني نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله.